مساء الخير. النهارده هنتكلم عن حاجه في منتهى الاهميه في القياس. انا بكلمكم من اوضه العمليات، عندنا شغل بعد شويه وكان عندنا شغل من شويه، فاستغليت الفرصه بين الوقت بين عمليه وعمليه على ما يخرجوا المريض ويطمنوا عليه ويروح، وبعدين المريض التاني بيجهزوه. قلت اقول لكم على موضوع القياس. القياس في منتهى الاهميه بالذات في عمليات الانف والجفون والشفايف والمنطقه اللي بين الانف والشفه العليا. القياس ده في منتهى الاهميه. ايه المشكله؟ الوش الطبيعي ليه مقاييس معينه، يبقى ليه ان الانف المسافه دي من هنا لهنا، هنقول ان لو بنقيس المسافه من هنا لهنا تبقى قد زاويه ما بين العين لبره العين لجوه، زاويه العين من بره وجوه. يعني المسافه دي بالبلدي قد المسافه دي قد المسافه دي. طب بنقيسها ازاي؟ ما هو بالشبه كده؟ لا طبعا. عندنا الاله الصغيره دي اهي، شوفوها كويس قوي، باينه اهي في الفيديو اهي علشان تبان قوي. الاله دي ليها تدريج هنا اهو، شايفينه اللي فوق ده؟ التدريج ده بالملي، وليها هنا سنون علشان لما اجي اقيس بالملي، وليها هنا مثبت عشان لما اجي اقيس واثبت المسافه دي، يبقى انا وانا بثبت المسافه دي بقيسها. لو مثلا هعمل الناحيه دي وقست كده اهو، انا عايز نفس المسافه دي اقيس بيها الناحيه الثانيه، فانا بقيس المسافه بالتدريج الصغير ده او ده، ودي ثابته. طيب ده في الانف. طب المسافه دي ايه مشكلتها؟ احيانا بتبقى الشفه ساقطه، فانا لما باخد جزء من المسافه اللي هنا اللي هي بين الشفه والانف برفع الشفه لفوق من غير فيلر. يعني انا بعمل عمليه دائمه تديني نتيجه دائمه، بدل ما اروح احقن كل سنه فيلر في الشفايف عشان اعمل لها كونتورنج لبره وعلشان اتخن المنطقه دي وارفعها لفوق. يعني في بعض الناس الشفايف بتبقى بتاعتهم عاملين كده، يعني الشفايف عامله كده، الشفايف الطبيعيه بتبقى عامله كده. يعني ايه كده اهو؟ طبعا مش قوي والا تبقى اوفر، ومش مجموده لجوه قوي اللي هي انفيرتد لجوه برضو تبقى اوفر. احنا بنرسمها بشكل طبيعي. بنستخدم في حاجات زي كده في القياس. بنستخدم ايه تاني في القياس؟ آلة زي دي، شايفين التدريج الصغير ده اللي جوه اهو باين قوي. التدريج اللي جوه ده لما انا بتحرك كده هتلاقيه بيتغير، بيزيد وبيقل. طبعا المسافه اللي فوق دي ممكن اقيس بيها 1/10 من الملي، يعني انا بقسم الملي 100 درجه علشان اخد منهم 1/100 او 1/10، وطبعا فيها ملي وفيها سنتي الاكبر فالاكبر، يبقى انا هنا بقيس بيها ب1/10 من الملي. طيب بقيس ايه بآلة زي كده؟ بقيس اثناء الكشف، وبقيس اثناء العمليه. لو هنيجي نعمل شد جفون علويه او شد جفون سفليه، عند بعض الناس بيبقى فيه ترهل في الجفون بتديهم سن اكبر من سنهم. الجفون العلويه برضو بتديهم سن ان زي ما يكون مجهد او زي ما يكون عايز ينام، اللي هو الجفن الساقط. طبعا في بعض الناس بيبقى الجفنين، وفي بعض الناس بيبقى جفن واحد بس نتيجه عيب خلقي او مولود، دول بيبقى سنهم صغير. الجفنين دول بيبقوا فوق ال 45 سنه او فوق ال 50 سنه يبداوا الجفون تسقط ويبدا السن يبدا عليه علامات الكولاجين، فاحنا بنشد الجفون لفوق منه، بنوسع العين بالنسبه للبنات والسيدات، وبانه بنصغر السن بالنسبه للرجال والشباب او اللي عندهم عيب خلقي. من تحت هنا في كوكين جروف. كوكين جروف ده بيسموه كوكين جروف لان الناس زمان اللي كانوا بيشموا كوكين او بيشربوا كوكين او غيره يعني بيبان عندهم حفره هنا. طبعا هو اسمه كده، لكن مش كل اللي عنده حفره يبقى بيشرب، لا. في حفره بتيجي نتيجه الاجهاد، نتيجه ان حد بيشتغل بالليل من بالليل للصبح، يعني سهران طبيعه شغله، او حد بيشتغل على الكمبيوتر، او حد بيشتغل على الموبايل كتير،
فتلاقي اجهاد العين بيعمل الجروف دوت، فيدي انتفاخ اسفل العين ويدي سن اكبر ويدي احساس بايه؟ عدم النوم. يبقى علاجنا هنا برضو بنعمل له عمليه شد جفون، بنقيسها، انا مش بتكلم في العمليه دي، انا بتكلم على القياس، بنقيسها بالات زي دي وزي دي. وطبعا الالات الجراحيه انا خفت اجيبها لكم عشان فيها بقى ايه؟ مبرد ومقصات ومشارط وبتاع، دي حاجات ما تخصكمش وانا مش عايزكم تشوفوها، انا بس بقول لكم طرق القياس. في عندنا الاله دي مثلا بتاعه الانف، هي مرسومه على شكل الانف عشان لما نيجي نشتغل في الشافت بتاع الانف او الكوبري اللي هنا ده، لازم الاله دي بتساعدنا. شايفين التجويف ده؟ في تجويف هنا اهو. التجويف ده انا بدخله كده واشتغل من تحت منه، ابرد الحته العاليه اللي هنا، او الكوبريين اللي هنا دول اللي هو العظمتين الرئيسيين دول، من خلال آلة صغيرة زي كده عشان اشتغل من الداخل. طب بشوف ازاي من الداخل؟ بشوف بالمنظار. طب المنظار ده ما هو جوه مظلم، المنظار ده بيبقى فيه نور، يعني بدخل المنظار ومعاه النور ومعاه آلة زي كده ومبرد صغير كده نبرد بمقاس. طب نبرد بمقاس ازاي؟ بنقيس بدي. طيب بالنسبة للجفون بنعملها ازاي؟ بيبقى عندنا زي حامل للجفون، اوريه لكم معايا. حامل للجفون كده، بعد ما بفتح فتحه صغيره بحط الحامل ده هنا، وبعدين من خلال الحامل ده هخش اجيب الجيوب الدهنيه من هنا، لان ان انا اجيب الجيوب الدهنيه دي واطلعها هو ده اللي بيديني كفاءة الشدة اللي أنا عاوزها بعد العملية، وتديني سن أصغر 10 سنين من سنك الحالي أو سنك الحالي. طب الجيوب الدهنية يا دكتور بتروح فين؟ بنشيلها، نتخلص منها عشان يبقى شد الجفون ياخد فترة طويلة جدا، قد تقترب من 15 سنة ما يحصلش للمريض أي حاجة تانية. طب ما أعالجها بالفيلر يا دكتور، أعالج بالفيلر إزاي دهون اتكونت؟ أنا بحاول أعالج بالفيلر حفرة، يعني فراغ، لكن ما عالجش بالفيلر حاجة عالية، لأن لو عالجت بالفيلر حاجة عالية هنا الفيلر في الحالة دي هيديني أعلى، يبقى أنا عالي اللي تحتيها، يبقى الانتفاخ الصغير أنا كبرته. يبقى علاج ترهل الجفون وتكوين الدهون، الجيوب الدهنية داخل الجفون السفلية أو الجفون العلوية هم 3، واحد بره وواحد في النص وواحد داخلي، نفس الكلام هنا 3. لازم لما أشد الجفون أشيل الجيوب الدهنية، عشان في بعض الناس أو بعض الأطباء غير المتخصصين في مجال آخر غير التجميل يقول لك هو شد الجفون صعب وبتاع، يقوم شايل الجلدة اللي هنا دي وتيجي بعد 3-4 شهور ترجع تاني، لأن المشكلة مش في الجلدة الزيادة اللي هنا دي اللي هي دي، لا المشكلة دايما في الجيوب الدهنية اللي ورا الجلد. طيب احنا بنشتغل بايه؟ بنشتغل بميكروسكوب. طبعا في الميكروسكوب ده وفي ميكروسكوب اخر هوريه لكم. الميكروسكوب ده ميكروسكوب بيديني رؤيه، لكن لازم انا اللي اثبت عيني عليه. في ميكروسكوب تاني معايا، دقيقه واحده اجيبه لكم. أنا بس محتفظ بيه معايا في شنطتي 24 ساعة. الميكروسكوب ده ليه مجموعة عدسات زي كده حسب الجريدز، الدرجة اللي أنا عايز أكبر بيها العملية. يعني في عايز أكبر 8 مرات، عايز أكبر 4 مرات، عايز أكبر 6 مرات، عايز أكبر أي عدد من المرات. أنا معايا طقم عدسات كده زي اللي بتشوفوه عند دكتور العيون، بس ده بيركب على الميكروسكوب ده بس. بلبسه كده هو أثناء العملية، وهو ده الاستحداث. ده الميكروسكوب الكلاسيك اللي موجود في المستشفيات كلها، وفي عينين وبشتغل عليه. اما اللي انا لابسه ده ميكروسكوب متحرك، وفي اضاءه مركزه على المنطقه اللي انا بشتغل فيها، اذا كانت الانف او الشفايف او الاذن الخفاشيه او الجفون. فده بيديني فرصه، لو النور مضايقكم اطفيه، بيديني فرصه ان تغيير
نوع العدسات تقريب، ممكن في نفس العمليه اغير العدسه مرتين او ثلاثه. النور بيخليني فوكس مركز قوي على الحته اللي هي سنتي في سنتي اللي انا بشتغل فيها. الميكروسكوب ده بيديني مجال رؤيه اوسع، بس ممكن يستخدمه الجراح اثناء العمليه، او انا بستخدمه اثناء العمليه في عمليات محدده، لكن ده بيستخدم في كل العمليات لان ده الاستحداث بتاع الميكروسكوب الكلاسيك. ده الكلاسيكي وده الايه المستحدث. طيب زي ايه؟ زي الكمبيوتر والموبايل. مع الموبايل النهارده بيؤدي نفس عمل الكمبيوتر، لكن لا غنى عن اللابتوب ولا غنى عن الكمبيوترات الكبيره، السيرفرات اللي هي بتعمل عليها مثلا تحميل فيديو، انك تعمل مونتاج لمثلا عمليه زي كده، لو الصوت مخروش ولا حاجه بيظبطوا الصوت. يبقى احنا هنا الاستحداث ده دايما مش في الموبايلات بس، لا، حتى في اجهزه القياس بتاعتنا، حتى في المناظير بتاعتنا، حتى في 1/10 اهو. شايفين البتاع بيتحرك اهو كده مظبوط. بصوا كل ما اتحرك الرقم بيتغير. في حاجه بقى هنا ممكن نظبطها على انش، وممكن نظبطها على 1/10 من الملي اهو. مثلا ده 19 يعني ملي و9 وفي كسر تاني اهو تاني، اجيب لكم ال99 اهي. ده 70% من الملي، يعني الملي مقسمه 70 درجه، يعني الملي متقسم 70 درجه، هو كده بقى 73. يبقى احنا هنا بنتكلم عن احنا بنشتغل في كسر من الملي، 1/100 من الملي. ده بيديني ملي يعني 1/10 من الملي، يبقى ده ادق، بس ده ليه استخدامات وده ليه استخدامات. الآلة دي ليها استخدامات. الآلة دي بنستخدم في الجفون وشد الجفون. المنظار ده أنا عندي منه 6 مقاسات، ده بالنسبة للعدسة. وعندي حاجة تانية اسمها لوب، طبعا كل الدكاترة عارفينها وكلهم معاهم، لكن ده مش كلهم معاهم. اللوب ده بيتلبس على النضارة بتاعة الطبيب، اللي هي نضارة زي كده، نضارة نظر، بتتحط عليها اللوب علشان اعمل فوكس على الصورة اللي انا شايفها، بس التاني ما فيهوش اضاءة، بيحتاج اضاءة خارجية بتتوصل بجهاز لايت سورس. كل ده ليه؟ علشان اطلع ادق نتيجة. احنا بنتكلم في تجميل يعني تجميل الانف. النهارده بقى في بعض المدارس يعني بتعمل اسطمبة انف. انت بتشوف 15 فنانة او 15 مذيعة كلهم عاملين نفس الانف. انت لو شفت الانف تلاقيها زي ما تكون مركبينها. لا، مش هو ده التجميل المظبوط. التجميل المظبوط يبقى كل انف مناسبة لصاحبتها، لان اللي عينيها عريضة من هنا ما ينفعش تبقى مناخيرها رفيعة قوي، يبان ان في حاجة غريبة في شكلها. اللي عينيها ضيقة من هنا لازم الانف تبقى ماشية مع العين، لان الوش متقسم بالعرض كده 5، من الودن للمنطقة اللي قبل الودن دي ادي 1، من المنطقة اللي قبل الودن دي اسمها تريجر، بس مش عارف اقول اسمها بالعربي، اللي هي حلمة الأذن. من المنطقة حلمة الأذن لغاية أول زاوية العين ادي خمس، يبقى خمس. من العين لبره العين لجوه ده خمس. من الأنف للأنف ادي خمس، اللي هو الخمس اللي في النص اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه، ونفس الكلام الناحية التانية يبقوا 5. الوش متقسم كده 3، يبقى كده تلت وكده تلت وكده تلت. يبقى انا هنا المقاييس دي بقيسها ازاي؟ بقيسها ده اثناء الكشف، وبقيسها تاني يوم العمليه علشان اظبط المقاييس طبقا للواقع، مش طبقا لصوره، مش طبقا لفنانه. يمكن الفنانه دي وشها طويل ما يليقش عليكي نفس شكل الانف بتاعك، انت وشك مدور. يمكن المشكلة عندها في العظماية دي، عندك انت المشكلة في دول لما بتضحكي بيفنشوا كده، بيدوا الأنف العريض فتبقي مكسوفة تضحكي. الشفايف نفس الكلام. الشفايف هنا في فلادلفيان اللي هي السمك، وفي باريزيان اللي هو الكونتور. النهارده بنتكلم عن عملية جديدة اللي هي أسفل الأنف. من أول أسفل الأنف هعملها لكم بالآلة دي.
المنطقة دي اهي، من اول اسفل الانف لغاية اول الشفة. المنطقة دي لما بنقصرها بدون ما يبان اي علامات للجروح، لما بنقصرها من هنا بمكان معين بطريقة معينة بقياس معين، بتخلي الشفة مرفوعة لفوق ومقلوبة سنة لبره ومديها شكل كونتور طبيعي، من غير ما احقن فيلر، من غير ما اروح كل 3 شهور احقن ريجوفينيشن، ومن غير ما اروح اعمل بوتوكس، من غير اي حاجة خالص. خصوصا الناس اللي بتدخن كتير سواء سيدات او رجال، بتلاقي عندهم الشفايف معمولة كده، لانه من كتر مسكته للسيجاره عضله الشفايف خدت على جوه، او مسكتها للسيجاره الشيشه نفس الكلام، بتؤدي الى ان عضله الشفه هنا بتتاثر شكلا وتجميلا. علشان كده احنا الشحن بتاع البطاريه قرب يخلص، معلش انا هضطر اخلص. عشان كده احنا بنقول انه مهم جدا واحنا بنعمل عمليه تجميل القياسات، مهم جدا التقييم، مهم جدا اثناء العمليه القياسات تاني، لان القياسات دي في منتهى الاهميه. مهم اهم من كل ده القياسات دي ان انا ابقى شايف كويس. يعني في نور اهو، شايفينه؟ ابقى شايف كويس اهو النور اهو، ابقى شايف فوكس على العمليه. مهم قوي يبقى عندي اكويبمنت زي الميكروسكوبات اللي ورايا دي. طبعا الاجهزه والاضاءه بتاعت اوضه العمليات دي معروفه موجوده في كل حته، لكن احنا بنتكلم عن كمان جوده الاجهزه. الجهاز الالماني غير الجهاز الصيني، يعني الجهاز الالماني غير الجهاز الصيني. الجهاز الصيني بيبقى مغلوش، الصوره مش مركزه قوي، الفوكس بتاع الاضاءه مش مركز قوي. لكن الجهاز الالماني بالظبط زي ما يكون ازاز عربيه وانت بتمسحه وقاعد في مكان تاني حاطين بدل ازاز العربيه مشمع كده مؤقتا. هل انت شايف من المشمع زي ما انت شايف من الازاز؟ هو ده نفس الكلام، الفروق بين الاجهزه والفروق في دقه العمل التجميل، لان هو اصلا التجميل كله شغله دقه. هو اسمه تجميل، يعني المريض جاي لي مش مريض، ده هو جميل وعايزه يبقى احلى، ده هي جميله او معجبه بروحها بس عايزه تبقى اجمل. عشان كده احنا بنقول على مريض التجميل عميل، مش بنقول عليه مريض. عشان كده انا اخر جمله بقولها لكم انه التجميل مجموعه حاجات مع بعض. مهاره عشان نتكلم عليها لان دي اللي بيحكم عليها شغلنا، دقه ودي انا شرحتها لكم النهارده في الاكويبمنتس والاجهزه، دقه في الكشف ودقه في يوم العمليه، اضاءه في منتهى الاهميه، رؤيه جيده مفيش منها مفيش اتنين. يعني ما ينفعش واحد يبقى بيلبس نظاره نظر عشان يسوق وفي مره النظاره اتكسرت ويسوق، ده هيعمل حوادث في نص الطريق. اكيد لو حد عدى من قدامه فجاه او عربيه وقفت قدامه فجاه هيخبط فيها، لان هو شايف نص الصوره مغلوشه. يبقى الاضاءه في منتهى الاهميه، الرؤيه في منتهى الاهميه، الاكويبمنتس والاجهزه في منتهى الاهميه، هنحط عليهم زائد مهاره الدكتور وخبراته. دي مش عايز اقول ان دي رقم واحد، لان في بعض المراكز التجميليه النهارده هو المسمى مركز سين صاد للتجميل. طب مين اللي بيشتغل؟ ما تعرفيش. يعني تروحي مركز اسمه اي اسم، تقابلي دكتور انت مش عارفه اسمه، يوم العمليه اللي يعمل لك العمليه دكتور تاني انت مش عارفه اسمه. طب فين المهاره وفين الخبره؟ لا، المهاره والخبره بتتطلب انك انت او انت تبقى مركز مع دكتور تجميل اللي انت كشفت عنده هو اللي بيعمل العمليه، المركز باسمه، مش كل يوم والتاني تلاقي دكتور شكل، تروح مره في مكان تلاقي دكتور شكل، تروح في نفس المكان مره تانيه تلاقي دكتور تاني خالص هو اللي بيشوفك وهو اللي بيعمل عمليه، يوم العمليه واحد تالت خالص. طب لا، يعني انت كده اتسوحت. لا، التجميل علاقه شخصيه بين الدكتور وبين المريض بتاعه، ما ينفعش يخش فيها حاجه في النص. التجميل ما ينفعش غير الهاند سكيلز، ايدك هي اللي بتشتغل، ما ينفعش حد يشتغل بتوصياتك. يعني ما ينفعش تجيب دكتور صغير تقول له اعمل ما تعملش، لا، تشتغل بايدك.
لان هو هاند سكيلز، هي شغلانه مهاريه بتعتمد على الخبره والعلم القديم اللي انت اتعلمته والدراسات العليا والماجستير والزماله والدكتوراه وغيره، زائد المهاره اليد. مهاره اليد دي ما ينفعش حد يديها لحد، يعني ما ينفعش انا بلعب كوره كويس وجوه الملعب بدرب واحد وبقول له ايه لا شوط انزل اطلع، ما ينفعش، ما ينفعش، لازم انزل العب بنفسي، عشان اجيب جون لازم انزل العب بنفسي. هو ده ملخص موضوع تجميل الانف، تجميل الجفون السفليه والعلويه. هنشوف صور وفيديوهات وانا بتكلم، هتلاقي في صور وفيديوهات نازله معايا. تجميل المنطقه دي، تجميل المنطقه اللي هو فوق الشفه، بين الشفه وبين الانف، دي في منتهى الاهميه عشان ترفع الشفه لفوق ونجمل شكلها. تجميل الشفايف، تجميل الاذن، واخر حاجه تجميل الرقبه، الدبل تشين. دبل تشين في جزء فيه غير جراحي بنعمله بنحت الدهون بالفيزر او بالاجهزه بتاعتنا والجيب لازمه، وفي جزء احيانا بنستلزم الدرجه الثالثه او الرابعه شد جراحي لمنطقه اللغد هنا، وطبعا الجرح ما بيبانش انه بيكون مستخبي في المنطقه ديت، وبنشد معاها عضلات الرقبه. طبعا مش هفكركم تاني بالقياسات بتاعتنا وبالحاجات بتاعتنا وبالواحد من 100 من الملي، 1 من 100 من الملي، والآلات بتاعت نحت الأنف أنا جبت لكم، وآلات الجفون جبت لكم بعضها، ما جبتش كل عشان فيها حاجات شكلها ممكن يكون إيه يعني يضايقكم شوية، فما فيش داعي. نشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد من العمليات. أشرف كامل، مع السلامة. عضلات الصدر، البنش، وعضلات البطن، التقسيمه اللي انتم شايفينها، والوسط، ومنطقه فوق الحوض اللي احنا شايفينها دي، والفي لاينز مهمين جدا. احنا لما بنعملهم بالفيزر واللايبوسكشن، وبعد الفيزر واللايبوسكشن بنعمل حاجه اسمها جي بلازما. لما بنعمل كل ده بندينا شد للجلد وبتدينا مرونه، وفي نفس الوقت بتدينا نحته العضلات اللي احنا ما بين العضلات بنخش الدهون ونشفطها علشان تدي رسمه العضلات اللي احنا بنبحث عنها. ممكن تقعد 4 5 سنين في الجيم وما تعرفش تعملها وما تعرفش تحققها، دايما بنشوفها في ابطال الجيم والجماعه بتوع كباتن الجيم، وما نبقاش عارفين هم عاملينها ازاي. احنا بنعملها في خلال ساعه واحده او ساعه او 45 دقيقه حسب ظروف العمليه، وبنديكم افضل نتيجه. وان شاء الله نشوفكم في عمليه ثانيه ونشوف الفيديوهات بعد ما نخلص
ثابته والصور المتحركه مثلا.